شيء بسيط حق الاعتراف بالجميل، وشكرا للجميع. وللتذكير نذكر الطلبة بأنه سيقوم السيد الحرزلي بزيارة الورشات الساعة 14 الزوج. والله حياك الله يا هذا اللي يقولها صراحة أنا مستقبلنا. ايه المفروض تصورني مستقبلها. المفروض صح يا ماما. قول له ما سي فريم ماما حاج مستقبلهم الجزائر. لا تمشي عوزك الراس يا رب اجمع شامل الراس ويا الراس خايف لا يتنصب اتعب وانهار يا مدلل لا تدلع بين الشبان تصرخ خيط الأرجيلة وقلب النيران جبنك يا مشاغب اهدأ صاير بركان راعي مشاعرنا شوية وتعرفنا النار نقوم بهذه الجلسة الغنائية الأندلسية والطرب الأصيل رفقة جمعية غرناطة من إذاعة لمسان عبر أمواج الأف أم. الساعة تشير باستوديو إذاعة لمسان إلى تمام 1:01 فهيا بنا نرحل إلى فقرتنا الموالية. لنهار اليوم يسعدنا أننا نستقبلكم في هذا اليوم المشرق الجميل، وكلنا أمل باش نقضيوا وقت هنيء وطيب رفقتكم ورفقة فقرة برنامج هذا اليوم. بهذه الإيقاعات وهذه الأنغام التي تمثل منطقة تلمسان أو منطقة من مناطق تلمسان المشهورة نستقبل رحال يحط الرحال بمدينتنا، فأهلا به ومرحبا. أهلا، كيف أحوالكم؟ لاباس؟ الله يسلمك. احنا نتكلموا عربية فقط. لا لكن نتكلم بعض الكلمات الفرنسوية. بعض الكلمات كل كلمة تخلص فيها 100,000. وش عليه؟ طيب مرحبا بك أيها الرحالة وشاعرنا المعروف السيد ابن عطاء الله أحمد الحرزلي. بارك الله فيك، مرحبا بك. هذه أول مرة تحط الرحالة هنا في تلمسان ولا ثاني مرة؟ خطرة جيت دو باساج في 82 كنت عقب دو باساج. نعم. وخطرة العام 2000 مارس 2000 جيت باش نكرم ليدر دي موفمون ناسيونال الجيريان المرحوم
والشيخ العظيم مصالي الحاج، ودرت له ان طابلو فيه شعر بالفرنسيه وترجموا لي الاخ محمد مصطفى مصر العربيه، ترجموا لي للعربيه، ودرت ان كرون طابلو اون غيز دوماج تقديرا وعرفا له. بارك الله فيك. طيب الناس ربما يسمعوا بهذا الرحال اللي راه يجول ويرحل من بلد لآخر، من مدينة لمدينة، ولكن ما يعرفوش شكون هو ابن عطاء الله أحمد الحرزلي. ابن عطاء الله أحمد الحرزلي من مواليد مسعد ولاية الجلفة، باب الصحراء الجزائرية الشاسعة، فنان شاعر قبل أن يكون رحالة، ورحالة عالمي أجوب العالم. درت 10 سنين تاع اوتوستوب من 76 حتى 86، ومن 86 استلهمت من خلال الأسفار ومعاناة الشعوب عبر المعمورة، وبديت ننشر في السلام عبر العالم. هذه المهمة نتاعي. ومعناه الهدف نتاعك الرئيسي هو السلام، من السلام. المسيرة هاته أو التجوال هذا من أجل السلام. من أجل السلام في العالم، وذكرني نمشي من أجل السلام في بلادي. شيء جميل. نقول أغو سور لا ان بي سور مون بيي، كيفانا من الحقد ومن الحروب السلام على بلادي. بارك الله فيك. طيب ناخذ الشعر والشعراء والكلمة. طبعا الشعر لما نقول شعر هي الكلمة المعبرة. الكلمة في زمن المادة وش دورها سيد ابن عطاء الله؟ يا هل ترى تفي بالغرض؟ نعم. يا هل ترى الكلمة في زمن المادة راهي تفي بالغرض؟ ما تفيش بصح. لازم أصحاب الكلمة يكونوا هوموجين ويكونوا سوليدار، يتكاتفوا مع بعضهم بعض وباش متساندين باش يحاربوا، ماشي يحاربوا أصحاب المادة، لا يحاربوا اللي تطغى عليه المادة باش يعود ما يقدرش البشر ويتقلب عليه المادة. لأن كاين دعاء يقول اللهم اجعل الدراهم في يدي ولا اجعلها في قلبي، في جيبي ولا اجعلها في قلبي. دونك حنا نحاربوا هذا الشيء. لو سبيريتوال بريم. والكلمة فعلا أدت دورها لما من خلال التجوال هذا؟ الكلمة حتى وطغوا عليها شوية ناس، لازم نتكاتفوا باش نحاربوا هذه الآفة هذه. طيب أهم المناطق اللي توقفت عندها الأخ ابن عطاء الله؟ رحت جيت au Asie, j'étais en Afrique, en Amérique latine, en Europe, j'ai fait toute l'Europe ثاني. وراني دوكا je suis chez moi en train de prêcher la paix. طيب من خلال هذا التجوال كله يا هل ترى ما محل العنصرية بالإعراب في بعض الدول؟ بصراحة كان فيها عنصرية في بعض الدول تشوفها، لاحظتها، حسيتها؟ العنصرية ما نحسهاش حتى في بعض الدول، نحسها حتى هي العنصرية حتى تكون في العوائل ماهيش. لأن يقول لك الكرش يجيب سباق ودباق. صح. يجيب الناس الملاح ولا سيبوس ملاح، والزجعة ولا جالوزي. On dit que la jalousie range et détruit les amis les plus unis et les conduit parfois au drame. Donc العنصرية راها بارتو، غير احنا استدير غير دون لي بيي ما نعرفش العرش. لي ديناستي. دونك لازم واحد يتقبل، يكون عنده لوداس باش جرأة يكون عنده بور افرونتي هذه الآفة ثاني. حتى يواجه هذه الآفات. يواجه الآفات. والإنسان لو رول نتاع الرحالة لازم يعود اوداسيو، يعود عنده جرأة ويعود عنده شجاعة. فوكي سوا براف. طيب الاستقبال كيفاش كان في الدول اللي ربما مساندة للسلام وتحب السلام؟ كان حار جدا؟ كان حار جدا، وكان عنده ان غران ايكو، حتى وتلاقيت بعض الصعوبات من بعض العنصريين في كل مناطق العالم دايور، وبالخصوص في فرنسا وبلجيكا والدول المجاورة. لأن كما لا ميديتيراني استدير كاين لي بي فوزاني تعود عندهم في محادثات هذه تاع العنصرية ولكل مستعمر يحقر المستعمر. أكيد. هذه والإنسان يتلقى العنصرية. وما لي بي لوانتان كيما اللي عجبتني أنا دون لو موند أونتيي سي لا سويد. يعني شفت هاد لي بي هادئة. السويد هادئة وعندها 1% دو بورسونتاج دابري سونداج، وشفتها أنا بنفسي 1% دو راسيزم، دو سيغريغاسيون راسيال وريليجيوز وكلش. ستادير شكون اللي دار هاد الفكرة هو سيتي أولوف بالم. ملي غرس هذا الروح هذه اللا عنصرية في الشعب السويدي، ومشات
وكان مشات عندها مع برا ثمار. الأسرة فوالا. وكان عندها ثمار. نعم إيه. طيب إن شاء الله هذه الثمار تلقى جانيها وتلقى أيضا ثمار أخرى في بلدان واحدة أخرى إن شاء الله. بإذن الله. نخليوك ترتاح شوية ومن بعد نرجعوا لك، اختر تعبناك عاد جاي عندنا. لا ما نتعبش إن شاء الله ما نتعبش بإذن الله. فاصل موسيقي بعد نرجع. الله يسلمك. طيب ربما راك في تلمسان وأكيد تعرف أهم مطلوبها يتميز منطقة تلمسان. هذه النغمة اللي كنت تسمع فيها تعرفها؟ نعرفك بها. عارفيني بها. طيب هي نغمة فولكلورية محلية تمثل منطقة تلمسان تينك، وهي فرقة فتية من فرق الفولكلورية المعروفة، فرقة ولاد نهار. الله يبارك. هذه النغمة والمنطقة المناطق نتاعهم سبدو، سيد الجلالي، كل هذيك المناطق اللي من تمك. الله يبارك. باش تمشي تعاود تزورها تحط فيها شوية سلام حتى هي. لازم مش غير السلام، ننشر ثاني الحب والسلام، وثاني لو توريزم، باسكو عندي الفرونجان تاعي راهم سويد، اجونس راه بروف دو توريزم سعد بن عبد الله اللي هاو يعرفوا السي زكريا مصطفى، اللي دونتيست شيرجيان دونتيست في مسعد، هو اصلا من الرمشي. ايوا هذا اشهار بالمجان، هذا اشهار. نو هذا يستدعي نمروها معليش. يساجي دو كونتر لي جونس. نمروها معليش هكذا بانكس. طيب أعزائي المستمعين، نرجع دائما لحديثنا مع الرحالة ابن عطاء الله أحمد الحرزلي. نقولوا بلي دافع الترحال يا ترى نرجع لها، دافع الترحال كان فقط السلم وأجل السلم، ولا في المرة الأولى كان اكتشاف هكذا، كان عبارة عن تو ديبي كان في 76 كنت ندير في لي فواياج بلوتوستوب بالساكادو، درت 10 و 10 سنين، ومن بعد من خلال لي فواياج تاعي من خلال استلهمت je me suis inspiré de la souffrance humaine من معاناة الشعوب عبر المعمورة، وقلت يلزمني نحط الرحال في البلدان، ما نروحش غير فارغ هكذاك، يلزمني نروح بالكلمة نتاعي، الكلمة الصادقة والجياشة، ونروح بافيك دي طابلو ندير فيهم دي بويزي، ونكرم الناس اللي يخدموا السلام والناس اللي عاناو من أجل السلام، كما ديجا راني كرمت نيلسون مانديلا، كرمت أولوف بالمي à titre posthume، كرمت جي في ثاني انتربي بور فيديل كاسترو، درت هدا الشعب العراقي، الوحدة المغاربية، الوحدة العربية، افريقيا، سالم محمد سالم ديرنييرمون كرمته في الصومي افريكا، القمة الافريقية، وحاليا راني موجود في نقصبك في مدينة تلمسان العريقة، او ميم طون باش نعرف اترافير لو موند، نعرف بمدينة تلمسان اللي هي نورمالمون غنية على التعريف، بصح نورمالمون هذه المنطقة نعاونوها بالتوريزم، سياحة، وننشروها بارتو. نبعث الفرونجان تاعي، وميم طون جيت معروض مدعو من طرف الجامعة الأفضل، جامعة بكر بالقايد، جمعية الألفية الثقافية دو نوفو ميلينير الجديدة، يترأسها السيد بومدين بن عثمان والجماعة نتاعو. الور وندعو من هذا اللي بزاف ندعو، راني لبيت الدعوة وانا فرحان بوجودي في مدينة الحضارة، واللي سميتها درت لها طابلو كو جو بريزونتي، راح نعطيه السلطات البلدية نتاع تلمسان غدوة ان شاء الله 3 في الخطاب السلام نتاعي، غادي نهدي طابلو درت تلمسان و لو بارفان دو ليستوار، هذا لو تيتر تاع تلمسان، رائحة التاريخ. رائحة التاريخ. طيب هذه من بين النشاطات اللي حتكون غدا ان شاء الله في المكتبة المركزية بجامعة أبي بكر بالقايد، هاي كلية الحقوق إمامة، ان شاء الله 3 والدعوة عامة، نلقي خطاب السلام ونكرم، غادي نكرموا لي الجامعة تكرم لي تلمسان، وانا ميم طون غادي نكرم رموز تاع تلمسان، من احد الرموز غادي نكرم نعاد نطابلو المصالي الحاج، المرحوم مصالي الحاج، وواحد الشيخ محمد الغافور، محمد الغافور، وواحد نطابلو بور تلمسان. بارك الله فيك. هي طبعا في نشاطات اخرى خاصة خلال جولتك هنا في تلمسان؟ نعم، في نشاطات واحدة أخرى خاصة بمنطقة تلمسان خلال هذه الجولة؟ لا فقط غدوة؟ درنا نعرف أنك رايح تبقى أسبوع. حتى جينا نقعدوا بالك حتى السبت والحد، هذه باش نشوفوا تلمسان وناخذوا صور بإذن الله بالكاميرا فيديو بلا طراي فوتو، باش هذه الصور ثانية أنايا نبعث الناس اللي نعرفهم دو بارلمون عبر المعمورة، وندي معايا ثاني في ديزالبوم، باسكو اشاك فوا كما كي تشوفي كما شفتي قبيلتين
وكان عندي معرض نتاع دي البوم 65 البوم وعندي دي زافيش. دونك وين نحط الرحال الناس يعرفوا البلدان اللي رحت فيهم. شيء جميل. فوالا ونبروباجي لو توريزم دو مون بيي اترافير لو موند. شيء جميل، هذه الله فكرة يسلمك. هايلة. الله جرنا يسلمك. معك، نشبتوا فيك وجرنا معك. مرحبا وسهلا. اللي عنده لا فولونتي يجي. اها، كل شيء بالإرادة. طيب نعرفوا انه الرحالة ابن عطاء الله احمد الحرزلي، نعرفوا انه شاعر معروف وشاعر يكتب القصائد الشعرية باللغة الفرنسوية فيترجمها الى العربية. يا هل ترى ليش انا نترجمها؟ لا، في واحد يترجم لك. هو مصري جنسية جزائرية مهم. وشارك في الثورة الجزائرية، صار عنده 70 سنة، هو اللي يترجم لي. محمود محمد مصطفى. يترجم لك للغة العربية. ايه شاعر هو ثاني من الفرنسية العربية، هو يقرا اللغات 5 لونغ ويترجم لي. مهم. طيب وتشوف انه الترجمة هل ترى تؤدي نفس الغرض نفسه؟ لو كان نقول لك بعض الشعر تلقاي واش نقول لك، نخفوا شوية على المستمع أعطيك الكريم. par exemple. أعطينا مثلا قصائد شعرية هكذا مثل كتبتها. بار اكزومبل لتتأزر الأيادي كل الشعوب ليغمر السلام القلوب. هذه هنايا que tous les peuples du monde se donnent la main et que la paix investisse les cœurs. مهم. تقرأ هنا مترجمة بالعربية؟ اي بيان سور. نقرا لك نتاع نوفمبر واش نقرا لك؟ تفضل يا حبيبي، حاجة اللي نقرا لك تساعدك. الترجمة برك ولا لي الزوج. Nombre premier, symbole des symboles hauts, odyssée des plus vaillants des héros mon credo, vénérez-moi perpétuel, tu rayonnes en moi, emblème de mon cœur, bastion de tous les combats, méditation de tous mes temps, toi qui rimes ma grandeur, bénédiction d'Allah, le tout-puissant Seigneur, retentissant apothéose de toutes les célébrations, éclatant tu resteras pour toutes les générations. Je m'incline éperdu de reconnaissance pour toi, car c'est par toi que je suis libre aujourd'hui. L'Algérie, c'est toi. وهذه الترجمة. الله أكبر. نوفمبر يا مرشدي، أول نوفمبر يا رمز الرموز في العلا، يا مرشدي وملحمة الأبطال في كل الدنا، أشرقت في يا نورا أبديا في كل منتدى، يا سيد المعارك أنت أنت في القلب الصفا، شغلت فكري وجللت الأصباح بالهنا، عليك بركات من الله العظيم ذي الرجا، يا رنينا فينا وفي كل المناسبات أنت اللواء، ولكل الأجيال أنت أنوار وحق المنتهى، أنحني والهان عرفانا لك لأني بك سرت اليوم حرا، أنت الجزائر. نقول لك برافو. الله يسلمك. فعلا قصيدة جميلة ورائعة، وكان بينا نسمعوا قصائد واحدة أخرى. شاليه كما تحبيش. نسمعوك خطرة من حين لآخر، نسمعنا قصيدة هكذا باش يتعرف عليك المستمع أكثر فأكثر. طيب هذا الرحلة يقول لها فيفمون لا بي، السلام حينا نافذة على الجزائر مجيدة ماضيا حاضرا ونروح باش نوري لي زيترونجي بلي لالجيري توجور دوبو. الجزائر راها دايما واقفة، مانيش غادي نقولها في البلاد، نقولها ان بو بارتو، سوا بار دي لاتر سوا بار دي تورني وكلش. راني مانيش درت 21 ولاية 3 سنة 21 ولايات ليطاب مرحلة 21 صح. كمان نخرج الوقت اللي اخر نخرج كي تجيني دعوه ولا حاجه نخرج وما ندي معايا. طيب أنا عطا الله ربما بعض الأحيان ننطقوا نفس الأشياء ونقولوا دائما الجزائر راها واقفة، ونبدا نتحداو حتى الظروف هذه، ونقولوا دائما نتحداو الشيء اللي راه واقع في بلادنا ونقولوا فعلا احنا واقفين. يا هل ترى بعض الأحيان تنطق هذه الأشياء عن قناعة بصراحة؟ خلينا نقول ما الانسان تكونش متدمر مثلا في بعض الأحيان وتقول اني نسعى الأشياء. نكون متدمر بصح يفوكش سوا اوبتيميست، لازمني عنده متفائل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، توافل بالخير وفي بالخير ولو عمدا، تعمد باش الخير. نقولوا واقفين ماشي رايحين، نقولوا بنا طايحين. اكيد افكتيفمون كاين بعض الشعوب لو كان صارت لها كيما حنايا ماهمش قاعدين يكونش عندهم يوقفوا من جديد البرافور هذه باش يوقفوا من جديد. ماذا لازم قوة كبيرة باش نعرفوا من جديد. لازم قوة كبيرة، ورانا عندنا فان بوبل ملتيبل، صديق دي ريجيون فيه بطولات وفيه عظمة وكلش، لازم نبينوها في لي مومون لي بلي كريسيو. طيب لما تحس مثلا انك لست على قناعة، ما راكش مقتنع بالشيء اللي تقوم به مثلا، او ماشي بالشيء اللي تقوم به، انه مثلا الشيء الكلام اللي راك تقوله مش صح، فهي هل ترى تتوقف عن التجوال هنيها؟ بصراحة بريميرمون نصارحك باللي قبل أن نبدأ المسيرة ذكرت على ربي سبحانه عز وجل. سبحان الله. جو سوي افونتو راني مسلم، نقوم بالصلاة تاعي كما ينبغي الحمد لله. هذه حتى يقول لي نزوق بها هذه. pour inciter les gens à faire la prière
ويطيعوا ربي. وداير في سقساني واحد صحفي سقساني قال لي كيف راك تنجح في الوسماء؟ قلت له طيع الله ترى العجب. ونقول في الكلام نتاعي quand on a la foi en Dieu et que l'on porte l'amour dans son cœur on vient à bout de tout. إن الإيمان بالله والحب الذي يملأ القلب يحققان كل غاية. دير الحب في قلبك، اتكل على ربي ودير الحب في قلبك تنجح. أكيد. إذا ما نجحت فيه مش تنجح خذوها، وإذا ما نجحت تسلك على خير. هذه سموك خير. شيء جميل لما يكون صوب عينيك مثل هذه الشعارات، طبعا حتى تعطيك القوة إن شاء الله على مواصلة ما أنت تقوم به. طيب خلال تجوالك وترحالك هذا يا هل ترى أكيد يكون فيه طرائف تعرضت لها هكذا، أشياء ربما جلباتك رفهت عليك شوية، وأشياء ربما تكون زعفاتك بعض المرات. نتكلموا عن الأشياء المليحة في المرة الأولى. هذا يقول لك المثل لازم الواحد يطبع يوالف الحياة الصعيبة، لأن الحياة السهلة ماهيش دايم ما يكونش دايم مرتاح. Vie tu vois la vie difficile car la vie facile n'est pas durable. لازم نتلقى بعض الصعوبات ولازم نصبر للصعوبات. الله مع الصابرين. تلاقيت باغ اكزومبل في لا سورتي دو انا كنت عند دي زامي، جيت ندير في لوطوستوب الصباح بكري داير واحد الربعة نتاع الصباح هكذا، كيجي واحد فلاح فرنسي فيونا يجي عاقب سلمت عليه قلت له صافي ما سلمش عليا. ومن بعد بار لا سويت قال لي واش تجيو من عند الرواسة يخليو عليكم تجيو هنايا فو كوموندي ستادير تساسوا عندنا. الانسان يكون صبار، موش رايح اي واحد يقول له كلمه ما لازمش يواجهه بالكلمه الاخرى، لان لا ان انجوندر لا ان، وكي لازمت يصير معاه الحكمه. قلت له ميرسي ومن بعد زاد تلفت ليا بالك غاديك مانيش عارف، قلت له هكذاك وسكت عليه. ما لا راح هو ومن بعد رجع مع طفيله صغيره وطفل صغير ليكوس تاعو، جاوني ومن بعد عرضني في لافير نتاعو. قال لي وزاري اتصاج كنت كانت عندك كنت عاقل ما جاوبنيش بعنف ولا حاجه، ونشكرك صحيح لا تروح معايا لافير نتاعي. قلت له راني عندي جوست باش نشرب مع قهوه باسكو عندي رونديفو في باري صح لي سويس راسيزم تاع لي مديزير كنت معروف تما كون كونفيرونس. لا رحت شربت معاه قهوه وقعدنا والهوبيه وكلش وعطوني لي كوردوني وكلش. باش نقول لك باللي الانسان يكون صبار في أنا ادفع بالتي هي احسن دائما، لان لو كان يسبني واحد نعاود نسبه انا ويسبني تروح بالك حتى الاغتيال ولا حاجه. اكيد. طيب هذه من الاشياء اللي ربما مش مليحه يتعرض عليها الواحد، هكا يتعرض ليها الواحد خلال تجواله. طيب بعض الطرائف اللي ربما ضحكاتك هكذا فرحاتك شويه، كان مشهد هكذا شفته مثلا ولاق بيك؟ خطره كنت في لاسويد في مالمو، كنت عند الفرنجة واحد عمر السويدي ميزمون سويدوا، كنت في الكسامة تاع لاسويد ومن بعد عقبت رحت ديرت اوتوستوب حتى كنت في ايميو، طلعت حتى المالمو للسود تاع لاسويد. كي طلعت يافي توجور اون بيرمانونس كانت في الايروبور، كانت لوتيس تما. الوغ سقسيتها قلت لها دير راني باغي نصلي وكلش واش عليه؟ قالت لي واش عليه؟ قالت لي صلي نامبورتو. المهم قلت لي ومن بعد واش ما عندك فيها تصلي ولا حاجه؟ قلت لها عندي السجاده. قلت لها رايح ندير لي زابليسيون بلي توضيت وجيت بديت نصلي. جا واحد سكران شرب الشراب، كي جا بدا يعند فيا كي نصلي، بدا يعند فيا يجي مساميه ويصلي معايا وكلش. انا هو مسكين كان سكران هيا تسويت معاه. ما كانش كاين لا بوليس ثم جاو جابوا حاشاك شامبرجي وكلش رفدوه هكذاك وداه بلا ما يزعجوني، يلون با بليتاليزي ولا حاجه. وداه خارج الايروبور. سلمت انايا قلت ربما يضربوه ولا حاجه وما نروح نفكوا ولا حاجه ونقول لهم يا ودي ما كلاه تجينا ولا حاجه. لقيتهم جابوا لهم بسيكولوج في هذاك الاسمه، جماعه بسيكولوج بداو يهضروا له ثما وكلش. ومن بعد جاو هذاك البسيكولوج جاني انايا، داروني في شامبر، جابوا لي دي جو، جابوا لي شويه كاطو وبداو يقول لي ودي ما هذه راه بلاد كيما نقولوا بلاد تاع كرم وما تقولش بلا محقروني ولا حاجه ما تفهم فيها والو باسكو غيان فيه هو ما دار لي والو. نافيك ريبيتي سكو جو فازي هذا ما اداكش خلاص مانيش بو هو باش فوالا. باش نقول لكم عندهم في سيرتان زايروبور الكبار كيما مالمو غوتبورغ ستوكهولم عندهم دي بسيكولوج ثما دي ميدسان ا لونغ دو طون pour voir بلي سي
معناه هذا هو البلد الوحيد اللي وجدت راسك فيه؟ نو مش بلاد نحكي لك في بعض الحاجات اللي ضحكنا الحاجه اللي لا معظم المغامرات نتاعك ولا ربما على حسب ما حكينا مع بعض خلال هذه النصف ساعه اللي ما حسيناش بها فعلا، نحس باللي انك توجد نفسك في السويد احسن من اي منطقه اخرى. certainement parce que la Suède c'est un pays symbole de paix de liberté رمزا للحريه والسلام. طيب بعد تلمسان وبعد التجوال في البلد هنايا وين رايحت ومحطات جايه ان شاء الله؟ المحطات جايه ان شاء الله ودائما لوتوستوب نو لوتوستوب ظلي بزاف ما درتوش من 86 بطلت لوتوستوب هذه المره مانيش جون دوكا محسوب راني في 47 الوغ لا مازال خير ان شاء الله بربي. لا فولونتي مازال وراني نقل معايا في 65 البوم وديزافيش وكلش دونك بلوتوستوب دونك كي نعود رايح من فواياج لفواياج الا كان مع دي زامي ولا حاجه ناخذوا القش ولا الفورغون تاعنا باسكو شي بريزيدون داسياسيون سيرفيس لا بي جمعيه رئيس الجمعيه في خدمه السلام ولا كان كيما نقولوا تعود الفورغون تاعنا مش ثلاثيه ولا حاجه يلزمني نخلص دو بلاص اخرين على القش. صح راه نشوفوا الجماعه ان شاء الله قدوه تشوفوا المعرض ان شاء الله. طيب الجلسة معك فعلا شيقة خلال جلستنا هذه نصف ساعة. نقول كلمة ختامية، كلمة للسلام ونحيي والسلام توجهها للمستمع الكريم تلمسان راه يسمع فيك الآن. نشكر مدينة تلمسان وولاية تلمسان كامل على الترحاب والأكوي ليجندير dont j'étais l'objet, je suis l'objet actuellement, avant actuellement. وإن شاء الله نتمنى كل العافية والسلام في ولاية تلمسان وكل أرجاء الجزائر والمعمورة. واش غادي نقول، تلمسان بلاد عريقة مهما نقول فيها ما قلت والو. ونشكر الجمعيات الألفية الجديدة الثقافية، سي بومدين، سي أمين، سي رشيد، جماعة كل راهم دايم معايا، سي زكريا مصطفى، سي جماعة اللي راهم معايا. ونتأسف لي ما جاوش معايا بعض المدعوون وهما خروبي محمد فؤاد، دكتور خروبي، وبن سالم بشير، أحمد بن دراح اللي كانوا مدعوون وما جاوش معايا. صارت لهم عمتي تاكسيدون على بالك، هما طاقوش يجوا. بسلامتهم الحمد لله. ونشكر الإذاعة تاع تلمسان اللي دعتني باش نهضر لي زوديتور تاع المستمعين. ونشكرك على النشاط نتاعك ثاني، على الديناميزم انكونتيستابل. بارك الله فيك. ونحيي من خلال الاسماء الاخوان تاعي مصطفى بن دراح وطلبة القادر وزكي مصطفى اللي راهم معايا واقفين معايا صدير في الباركور. طيب شكرا لك الاخ ابو عطاء. كلمة اخيرة. ايوه. لا خير في رجل لا يجول، طبق هذه المقولة، لا خير في رجل لا يجول. نرجع من البداية. وامرأة ثانية ولا لا امرأة لا الامرأة تجل. Bon, en Algérie, dans l'éternel, que tous les Algériens se donnent la main et que la paix investisse les cœurs. Dans la foi divine, dans la voie de l'espérance, j'y crois, car Dieu est paix et d'amour sont ses lois. Cœur et âme à tout le grand peuple algérien auquel j'appartiens. الجزائر في الخلود لتتآزر أيدي كل الجزائريين وليغمر السلام القلوب. في أمان الله وفي طريق الأمل كل الإيمان، لأن الله هو السلام والحب شريعته. قلبا وروحا إلى كل الشعب الجزائري العظيم الذي أنتمي إليه. وشكرا للجميع. تحياتنا وإلى اللقاء، فرصة أخرى إن شاء الله. ميرسي حمد لك. بارك الله فيك. الله يسلمك. نتمنى وجهتك الصفة اللي يطلع عليك. نتمنى تحضروا ثاني المعرض. إن شاء الله غدا نحضروا معك. الصباح كاين المعرض والعشية بداو اليوم العشية. كاين الصباح ثلاثة تاع العشية وبعد. داكور. تكون زفتوا ديجا يجي صحفي ولا صحفيات هذا